على مسرح أوروبا الكبير ما كانش المسرح خشبي، بل كان ملعب كرة القدم والجمهور ملايين. كل آلة كان ليها دور وكل نغمة محسوبة. خط دفاع من حديد، وسط ملعب بيحرك الماتش زي الأوركسترا، وهجوم مرعب قادر يقتل أي خصم. ومن بين المجد والانكسار، من قمة اسطنبول لثأر أثينا، الإيقاع كان في الآخر من توقيع المايسترو كارلو أنشيلوتي. Shevchenko su Panucci. Capitano, ottimo lavoro di Ambrosini in mezzo per Shevchenko. From Kaká. And what a pass too for Crespo. And what a goal that is. He puts this penalty away. He does. هي الصدار، مش ممكن فرصة أخرى، صدار في الثاني. Kein Abseits, Inzaghi war das klasse gemacht. War das Milan. من نص التسعينات لآخرها ميلان كان بيعاني جامد علشان يلاقي الاستقرار. سيلفيو برلوسكوني معرفش يجيب بدائل مناسبة لساكي وكابيلو واضطر يرجعهم تاني، والنتيجة كانت مراكز متواضعة في الدوري، فاحتلوا مثلا المركزين ال11 وال10 ما بين 96 و98. كان اعتزال أساطير زي فرانكو باريزي وتاسوتي خلى في فراغات ضخمة جوه الفريق، والدفاع كان بيستقبل أهداف أكتر من الطبيعي. الفريق ما شاركش في أوروبا من وقتها، ودي كانت أيام صعبة جدا على الروسينيري. تعيين ألبرتو زاكيروني ما كانش مدي الجماهير ثقة كبيرة، بس الراجل جيب خطة غريبة وقتها 3-4-3، ومعاه هداف الدوري أوليفر بيرهوف، واللي عمل ثنائي هجومي خطير مع جورج وايا، ومع شوية تنظيم دفاع أكتر ميلان قدر يرجع ياخد لقب الدوري 16 سنة 99. وساعتها بدأ يطلع نجم أوكراني شاب اسمه أندري شيفشينكو بعد ما لمع مع دينامو كييف. ميلان كسب السباق وضمه وهو عنده 23 سنة مقابل 25 مليون يورو، وده كان رقم قياسي وقتها. ومع رحيل جورج وايا للندن سنة 2000 شيفا بقى نجم الهجوم الأول، وكمان الفريق جاب جينارو جاتوزو لاعب الوسط الشرس اللي كان بيجري طول الماتش وما بيهداش، وده ساعد في تقوية نص الملعب واللي كان كبر في السن شوية. جاتوزو بسرعة خطف قلوب الجمهور وخد لقب رينو جاتوزو بسبب حماسه وجنونه في الملعب. الصفقات الجديدة اندمجت بسرعة، خصوصا شيفشينكو واللي سجل 24 جول وبقى هداف الدوري في أول موسم ليه. لكن رغم كده ميلان ما قدرش يحط كؤوس جديدة في خزانته لحد ربيع سنة 2001. باولو مالديني القائد المخلص كان شايل الشارة في وقت صعب، وحاول يرجع الفريق لأمجاد السنين اللي فاتت خاصة في الشامبيونز ليج، بس الموضوع كان أصعب من المتوقع. وفي مارس بعد ما مشوا المدرب زاكيروني اتعين الأسطورة شيزاري مالديني والد باولو مالديني مؤقتا، لكن ما قدرش ينقذ الوضع، وميلان خلص الموسم في المركز السادس. في نوفمبر 2001 ومع تراجع النتائج سيلفي برسكوني جاب كارلو أنشيلوتي نجم ميلان السابق وزميل مالديني وكوستا كورتا وباولو روسي علشان يمسك الفريق، ودي كانت فترة صرف فلوس تقيلة. النادي جاب روي كوستا أغلى صفقة في تاريخ النادي وقتها ب 43 مليون يورو، ومعاه أندريا بيرلو وبيبو إنزاجي. أنشيلوتي في موسمه الأول اتعرض لانتقادات من الجمهور وحتى من برلسكوني اللي شاف إنه أسلوبه دفاعي بزيادة، فكارلو بقى لازم يضيف شوية تغيير وبدأ يدي للفريق لمسة فنية هجومية أكتر. وتحت قيادته أندريا بيرلو غير أسلوب لعبه بالكامل من لاعب وسط هجومي لارتكاز، ولكن مش ارتكاز تقليدي، ولكن صانع ألعاب متأخر أو زي ما بنقول ريجيستا. هنا بيرلو أظهر هدوء ورؤيته اللي خلت منه واحد من أعظم لاعبي الوسط في التاريخ، وساعد ميلان يلاقي التوازن ما بين الدفاع والهجوم. بعدها أنشيلوتي عمل شوية قرارات غريبة زي إنه يدي الحارس ديدا مكان أساسي ويحطه في التشكيل بدل من كونه احتياطي. ديدا كان ساعتها عنده 28 سنة، موهوب أيوة، بس معروف إنه ممكن يغلط في أي لحظة، وده خلى الجمهور والصحافة يسألوا ليه كده يا مستر كارلو. قدام بيرلو كان موجود روي كوستا في مركز 10، الدور اللي كان عامل فيه شغل جامد مع فيورنتينا في التسعينات. البرتغالي الموهوب كان بيمون الثنائي الهجومي شيفشينكو وإنزاجي اللي كانوا بياكلوا المدافعين أكل، وكل ما الموسم بيتقدم كان بيبقوا أخطر وأشرس، لكن الفريق ما بانش جاهز فعلا للمنافسة غير في موسم 2002-2003. في الصيف ده جه المدافع الكبير أليساندرو نيستا واللي خد لقب أفضل مدافع في الكالتشيو 4 مرات، وبالفعل كان أبجريد كبير جدا في خط الدفاع. ومن الجار انتر ميلان خطف كلارنس سيدورف الهولندي اللي كان عنده 3 بطولات شامبيونز ليج وخبرة أوروبية ضخمة، غير انه كان قوي بدنيا ومخزونه من الحرفنة مش قليل على الإطلاق.
ومعاهم جريفالدو البرازيلي وجون دال توماسون عشان يبقوا بدايل هجومية. أنشيلوتي اعتمد على خطة الدايموند 4-1-2-1-2. بيرلو في القاعدة، سيدورف وجاتوزو على الجنبين بيجروا يضغطوا، وبيحمل مايسترو علشان ياخد راحته. نيستا ومالديني عملوا كيمياء من أول لحظة، وكونوا ثنائي دفاعي رهيب من أقوى ما شافت الجماهير على الإطلاق. كانوا سريعين، أذكياء، وأكيد أقوياء جدا، وبيعرفوا يقروا الخصم ويتدخلوا في التوقيت الصحيح. ورغم كل التحسن، ميلان ما قدرش ينافس يوفنتوس على الدوري، بس أنهى في المركز الثالث، وده كان أفضل مركز ليه من 3 سنين. لكن المفاجأة الحقيقية كانت في الشامبيونز ليج. ميلان تصدر مجموعتين على ريال مدريد وباير، وإنزاجي تحديدا كان مفير، 9 أهداف في 9 ماتشات، ومنها هاتريك على ديبرتيفو. وفريق اياكس الشاب مع كومان اللي كان فيه زلاتان ابراهيموفيتش شكلوا تهديد حقيقي، وتعادلوا معاهم 0-0 في امستردام. بس ماتش العودة كان عكس كده خالص. Sheva lo punta, pronto il raddoppio di Civu, Sheva pronto al cross, deviato, c'è Inzaghi solo, rete! Inzaghi e Pasanen, Inzaghi riesce a girarsi, Inzaghi prova a entrare dentro, supera 2 uomini, Inzaghi, il pallonetto, Shevchenko, rete! الهولنديين ردوا وخلوها 2-2 قبل 5 دقايق من النهاية. Van der Meijde fa fuori Simic, Van der Meijde mette in mezzo, attenzione! Morbidi il cross, Ibrahimovic cerca la torre, Costa Curta si oppone, Pinar! واياكس كان خلاص في طريقه النص النهائي، لكن توماسون فاجئهم بالدقيقة 91 بجول قاتل. Maldini, la sciabolata verso Ambrosini, la torre, c'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi, pallonetto! Rete! علشان ميلان يصعد يواجه انتر في نص النهائي. الذهاب خلص 0-0 على ملعب ميلان، فكان الانتر في وضع مريح شوية، بس وجود شيفشينكو بره الأرض كان كافي يخلي ميلان في النهائي لأول مرة من سنة 95. وبعدها بأسبوع ميلان لعب نهائي الكاس ضد روما وكسبوهم 4-1 في الأولمبيكو. La palla in rete, come al solito affollata, parte il cross, Ambrosini, la cosiddetta formazione titolare, Serginho, posizione regolare, Serginho davanti a Pellizzoli, Shevchenko su Panucci. وأخيرا يوم 28 مايو 2003 الروسينيري هيقابل يوفنتوس في أول نهائي شامبيونز ليج إيطالي خالص. No great surprises in the lineups for this final. Juventus will certainly 11 includes 37-year-old Alessandro Costa Curta. تشكيلة مارسيلو ليبي كانت تقيلة جدا، هجومية وقوية بدنيا، وكمان مليانة نجوم عالميين. ناس كتير توقعت الماتش يطلع ممل لأن الفريقين كانوا جامدين جدا في الدفاع، وفعلا 120 دقيقة في مانشستر ما كانتش ممتعة. شوية لقطات دفاعية فريدة بس هي اللي خطفت الأنظار، بس في الآخر ما كانش فيه جوان، ورحنا لركلات الترجيح واللي طلعت مملة برضه. من أول 7 ضربات جزاء اتسجل جولين بس، وبعد ما مونتيرو ضيع جه الدور على أليساندرو نيستا اللي بيسجل ويدي التقدم لميلان. قائد اليوفي عدل النتيجة ل2-2، بس بعده على طول النجم الأوكراني شيفشينكو وقف قدام بوفون ومعاه فرصة يكتب التاريخ. Will be the match winner for Milan if he puts this penalty away. He does. Milan are back on top of the European. وفعلا بيحط اسمه من ذهب في تاريخ الروسينيري. ميلان بقى بطل أوروبا. الانتصار ده كان ليه طعم خاص عند كارلو أنشيلوتي، الراجل اللي اتشال من اليوفي زمان علشان ما كانش بيكسب بطولات، رجع لعاصمة الموضة وحقق المجد. وأجمل لقطة في الليلة دي كانت لباولو مالديني، رجل المباراة اللي عاش لحظة عائلية أسطورية. من 40 سنة بالتمام والده تشيزاري مالديني رفع أول دوري أبطال في تاريخ ميلان في قلب ويمبلي، ودلوقتي جه الدور على ابنه إنه يكررها في أولد ترافورد. وكمان كانت ليلة عظيمة لكلارنس سيدورف، واللي دخل التاريخ كأول لاعب يحقق شامبيونز ليج مع 3 فرق مختلفة، أياكس 95، ريال مدريد 2000، وميلان 2003. وبعد 4 سنين من غير ولا بطولة، اي سي ميلان اخيرا لقى النجاح مع كارلو أنشيلوتي. سيلفيو برلسكوني اداله الثقة الكاملة وقال له كمل يا كارلو وهات لي الدوري كمان. مستر كارلو فعلا ما كدبش خبر، اتجه للبرازيل وجاب ريكاردو كاكا، الولد الموهوب اللي عنده 21 سنة واللي جاي من فريق ساو باولو، مقابل 8 مليون يورو بس. وقتها كوستا كورتا كان كبر وبقى عنده 37 سنة وما بقاش قادر يغطي الجبهة اليمين كويس، فتم التعاقد مع الظهير الأسطوري كافو، القائد التاريخي طبعا للبرازيل، جاي ميلان من روما بعد ما رفضوا عرض من اليابان. كافو المعروف
بإلبندولينو القطار السريع. كان عنده طاقة لا تنتهي وقدرة رهيبة على العرضيات، وده يدى بعد جديد لهجوم ميلان. أول مشاركة لكافو كانت كبديل في كأس السوبر الأوروبية ضد بورتو. Ancora duro Gattuso, recupera, ecco Campané, Rui Costa, viene avanti Rui Costa, ne deve vita uno, viene avanti, mette in mezzo il pallone, colpo di testa, gol! Andriy Shevchenko! ميلان بيكسب، ومع أول شهر لكاكا خطف مكان روي كوستا في التشكيلة الأساسية، وأبهر الكل بمهاراته وسرعته وانسجامه مع الفريق. وجوده مع انطلاقات كافو خلت مرتدات ميلانو نارية. الفريق ما خسرش لحد ديسمبر، دخل في مرماهم 6 أهداف بس في 4 شهور، وكانوا متصدرين للدوري. وفي الفترة دي شيفشينكو كان نجم فوق العادة، 12 جول في 12 ماتش، وده وهو شايل الهجوم لوحده في غياب إنزاجي. نص الملعب كان منظم بشكل رائع، والرباعي اشتغل بكفاءة عالية، ودي الفترة اللي ناس كتير بتعتبرها قمة فريق أنشيلوتي. ومع دخول النص الثاني من الموسم ميلان بقى لا يقهر، فازوا على روما في مايو وضمنوا السكوديتو قبل آخر جولة برصيد قياسي من النقط 82 نقطة من 34 ماتش، ودي كانت أول بطولة دوري محلي لكارلو أنشيلوتي، متفوقا على روما ب11 نقطة رغم شوية مفاجآت في الطريق. ميلان وقتها خسر في كذا بطولة زي كأس العالم للأندية قدام بوكا جونيورز. Visto Cassini, toma el impulso, lo cambió, Boca es campeón, lo gana Boca. وكمان السوبر الإيطالي ضد اليوفي. Se segna finisce qui, fischia Collina, va Ferrara e c'è il gol, la Juventus vince la 16ª. بس المصيبة الكبيرة كانت في دور الأبطال قدام ديبورتيفو لا كارونيا. الذهاب في السانسيرو ميلان كان مولعها، سيطر على الماتش وفوز بنتيجة عريضة 4-1. والناس كلها قالت خلاص الروسينيري في السيمي فاينل، لكن اللي حصل في لا كارونيا كان فيلم رعب. Серджиньо и Кристиан Брокки. Удар по воротам Диде и 1-0. Вальтер Пандиани. Собственности Депортиво. Еще один навес. Удар головой и... На Сан-Сиро 2 недели назад. Вот как так можно было сыграть в обороне, совершенно непонятно. И 3-0 в непосредственной борьбе. За какое-то распределение мест здесь не участвует. Удар по воротам и 4-0. وفي الآخر خروج من البطولة بفضيحة ما كانتش على البال ولا الخاطر. أنشيلوتي في الصيف ما طلبش كتير، هو كان مقتنع بفريقه، بس عارف إن لو عاوز يحتفظ بالدوري فلازم يجيب مدافع سوبر كمان، فجالهم يابستام من لاتسيو الهولندي الضخم اللي كان بطل أوروبا قبل كده، وفعلا كمل خط دفاع مرعب مع مالديني ونيستا. ومن تشيلسي جال الفرقة هيرنان كريسبو المهاجم الأرجنتيني اللي كان معروف في إيطاليا إنه صاروخ قدام الجون. الموسم بدأ مع شيفشينكو اللي بعد ما خلص السنة اللي قبلها كهداف للدوري راح جاب هاتريك في لاتسيو. Di Ambrosini, pallone che arriva dal capitano, ottimo lavoro di Ambrosini in mezzo per Shevchenko e arriva tra precisione verso Paolo Maldini che arma il cross in mezzo. Shevchenko, il 2-0 del... cerca di lavorarlo Ambrosini con una sforbiciata. Shevchenko, 3-0 del Milan con... علشان يرفعوا السوبر لميلان، ودي كانت إشارة واضحة إن الروسينيري داخلين السنة دي علشان ياخدوا كل حاجة. كاكا وشيفشينكو الاتنين بقى بينهم كيمياء وتناغم مرعبين، البرازيلي بيوزع والرقم 7 بيسجل. شيفا بالتحديد كان في عز فورمته، تحركات، تسديدات، ضربات راس وحس تهديفي يخلي أي دفاع يتجن. وفي ديسمبر بشكل رسمي بيصبح أندري شيفشينكو صاحبا للكرة الذهبية. بس في إبريل الدنيا هربت، ميلان ضيع 5 نقط قدام بريشيا وسيينا، واليوفي رجع في الصورة علشان يكون الماتش الحاسم للدوري مع يوفنتوس، واللي بيخلص بخسارة ميلان بهدف من ديفيد تريزيجيه. però per il vantaggio perché c'è Del Piero che entra in area di rigore. Del Piero salta Gattuso, poi prova a mettere a centro, non ce la fa ancora Del Piero per Trezeguet. التعادلات اللي بعد كده قتلت الأمل، والصدارة راحت للبيانكونيري اللي خلصوا الدوري بأقوى هجوم وأقوى دفاع، كانوا منظمين وصلبين بشكل يخلي أي فريق يتعب قدامهم. لكن أنشيلوتي كان لسه عنده كلام تاني في بطولة تانية.
ميلان دخل البطولة دي هو واحد من المرشحين الكبار وعاوز يمسح العار اللي حصل قدام ديبورتيفو، والبداية ولا أروع، تصدر مجموعته على حساب برشلونة ريكارد، وبعدين اصطدم باليونايتد في دور ال16. الماتشات كانت نارية، لكن كريسبو المهاجم الجديد وراهم قيمته. جول في اولد ترافورد، وجول تاني في السانسيرو. عشان الروسينيري يكملوا الربع النهائي ضد انتر. الذهاب خلص 2-0 للميلان. Футболістів Інтера Андреа Пірло виконує навісну передачу. Удар! М'яч у сітці 1-0. Андреа Пірло виконує навісну передачу. Удар! І 2-0. Андрій Шевченко. في العودة الدنيا ولعت من أول ربع ساعة، 3 إنذارات وشيفا بيحط جول في الدقيقة 30، وإنتر بقى محتاج يحط 4 أهداف. جابوا جول من ركنية برأسية كامبياسو، لكن الحكم لغاه، وساعتها الاستاد انفجر. الجماهير بدأت ترمي صواريخ وألعاب نارية على الحارس ديدا، واحدة منهم خبطته في دماغه، وفي الآخر الملعب بقى كله دخان أحمر، وبتتاخد صورة لحد النهاردة من أشهر الصور في تاريخ كرة القدم. الماتش بيتلغي واليويفا بيدي ميلان الفوز 3-0. في نص النهائي ايندهوفن بيخسر 2-0 في ميلانو، لكن في هولندا عملوا فيلم رعب. بيرلو اتعزل تماما برقابة بارك جي سونج علشان تكون الفرقة مش عارفة تطلع بأي هجمة. قبل ما الماتش يخلص كاكا بيفتح المساحة وبيلعب عرضية لأمبروزيني علشان يسجل رأسية مصيرية بتوصل الروسينيري الدور النهائي. لكن الهزيمة 3-1 وضحت ان الفريق بيتراجع قدام الخصوم الأضعف لما يكون متقدم. النهائي كان في اسطنبول. ميلان دخل مرشح فوق العادة، خط دفاع حديدي، وسط عالمي، وشيفا أحسن لاعب في العالم. قدامهم ليفربول فريق على قد إمكانياته، ونص اللعيبة في القايمة كانت عادية. ومع كل ده كانوا جايين من مفاجآت كبيرة بعد ما خرجوا اليوفي وتشيلسي، ومن أول دقيقة بيبان الفارق. كاكا بياخد فاول بمهارة ضد تراوري، بيرلو بيرفعها، ومالديني في ثانية بيحط أسرع جول في تاريخ الفاينل وقتها. بعدها ميلان بيهيمن على نص الملعب، ربع الوسط بيلعبوا بأريحية، وستيفن جيرارد مع تشافي ألونسو ما عملوش حاجة غير الجري ورا الكورة. ومع انطلاقات كاكا كاراجر وهيبيا اتفككوا، وليفربول لقى نفسه بيتفرم. في المرتدة 3 قدام بيتحركوا بذكاء، يفتحوا المساحات ويوصلوا الكورة لأسهل لمسة في الشبكة. Lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support, here's Hernan Crespo, 2-0. بعدها كاكا بيقدم لقطة عالمية، بيلف حوالين جيرارد وبيباصي كورة طويلة 40 ياردة، حط تشيفا قدام دوديك خلاها 3-0. He thought Garcia was gonna go down the line. Look at that from Kaká, and what a pass too for Crespo, and what a goal that is. What a goal that is. الخطة ماشية زي الفل، وليفربول شبه انتهى قبل صفارة الشوط الأول، بس الريدز رجعوا الشوط الثاني بتكتيك جديد. رافا بينيتس بيحط ناس أكتر في الوسط علشان يقفلوا على بيرلو وكاكا، واللي حصل بعدها كان تاريخ. 6 دقايق بتقلب الدنيا رأسا على عقب. جيرارد بالراس، سميتزر بتسديدة بعيدة. Xabi Alonso, Harman, hit by Smitzer, it's in! It's in! وألونسو بيكمل بضربة جزاء مرتدة. And mission impossible is accomplished. Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. And now look at that scoreline. وفجأة النتيجة بتكون 3-3. النتيجة تعادل. ميلان اللي كان واثق الخطى يمشي ملكا بيقع في أهم ماتش في الموسم. دفاع ليفربول اتشقلب، ودوديك بيصد كل المحاولات، علشان بعدها بنشوف أغرب فرصة ضايعة في تاريخ النهائيات على الإطلاق. الماتش بيروح لضربات الجزاء، وهناك الكارثة بتكتمل. سيرجينيو بيضيع، وبيرلو اللي كان الناس كلها بتثق فيه بيضيع هو برضه، وليفربول اتقدم والنتيجة بقت 3-1. شيفشينكو صاحب البالون دور نزل يحافظ على الأمل، لكن دوديك وقف له بالمرصاد.
معجزة اسطنبول قد تحققت. جيرارد بيشد فريق نصه عاديين للقب أوروبي بعد غياب 25 سنة. جمهور ولاعيبة ميلان بيتشلوا مش قادرين يصدقوا ازاي راحت منهم. الموسم اللي كان مبشر بيتهد كله، والحلم الأوروبي بيطير رغم ان أداء ونتائج ميلان كانوا عاليين جدا. ولكن اللي حصل في اسطنبول بقى لعنة، لحد ما بيرلو سماه بعدين متلازمة اسطنبول. والموضوع فعلا أثر على الموسم اللي بعده 2005-2006. مع بداية الموسم ده أنشيلوتي بيحافظ على القوام وبيزود شوية تدعيمات، ولسه الفريق بيقدم كرة حلوة. كاكا وشيفشينكو كانوا نجوم، وشيفا بيخلص السنة كهداف للفريق للمرة الثالثة على التوالي. بس في الدوري 6 هزايم قتلتهم وخلتهم ورا اليوفي في الصدارة. لكن في أوروبا كانوا متألقين، تصدروا مجموعة وكسبوا باير 5-2 وليون 3-1، وفي السيمي فاينال بيصطدموا برشلونة. الفرق كانت متكافئة، بس لحظة عبقرية من رونالدينيو رجحت كفة الكتالان. Le aguanta Gattuso, saca con el desdén habitual, perfecto para Yulima, el pase y cómo cruza. ميلان بيحاول في العودة يجيب هدفين ولكن معرفش، وبرشلونة بيكمل وبيرفع الكاس في النهاية ويحرم الروسينيري من العودة على عرش أوروبا من تاني. في صيف 2006 الدنيا بتتقلب في الكالتشيو. يوفنتوس اتجرد من اللقبين وبيهبط في السيري بي بعد فضيحة الكالتشيو بولي، وميلان كان جوه العاصفة برضه، بس العقوبة كانت أخف، خصم 30 نقطة من رصيده. والنتيجة الفريق بيخلص الدوري في المركز الثالث، واضطر يبدأ مشواره الأوروبي من الدور التمهيدي. المصيبة التانية جت مع رحيل شيفشينكو لتشيلسي ب40 مليون يورو، هداف أسطوري بيودع بعد 7 سنين كلها أهداف وتألق. الخسارة دي زعلت أنشيلوتي جدا، حاول يعوض برونالدو الظاهرة بس البرازيلي ما كانش في الفورمة، وبالتالي الخط الهجومي بقى مكون من جيلاردينيو الوافد الجديد وسوبر بيبو إنزاجي. الموسم بدأ بخصم 8 نقط وكأنك نازل الملعب وانت مهزوم، وبنهاية سبتمبر الفريق بيدخل في دوامة 9 ماتشات منها فوز وحيد فقط لا غير. الأمل في الدوري بيروح بدري، فأنشيلوتي كان لازم يتصرف. أخذ اللعيبة معسكر في مالطا في بداية 2007، والنتيجة كانت رجوع الروح للفرقة. من نوفمبر لمارس الفريق ما خسرش ولا مباراة. التكتيك كان خطة شجرة الكريسماس 4-3-2-1. سيدورف بيتقدم جنب كاكا واللي واخد الحرية المطلقة، والأظهرة كانوا أودو يانكلوفسكي بيطيروا على الأطراف يفتحوا الملعب. لكن في مايو التعثر بيرجع لميلان وبياخد نقطتين بس من 4 ماتشات علشان لاتسيو يخطف المركز الثالث. أما أوروبا هنا كان الميلان الحقيقي. إنزاجي بيجيب ثنائية قدام النجم الأحمر وبيضمنوا التأهل، وكاكا كان مقدم السحر، هدف في بلجيكا، هاتريك فاندرلاخت، وجون عالمي قدام سيلتيك. ربع النهائي كان دراما. باير خطف تعادل قاتل في دقيقة 93 في ميلانو، لكن في أليانز أرينا سيدورف مسك الدفة وخلى روسينيري في السيمي فاينل. وهناك كان الموعد مع مانشستر يونايتد. الذهاب في أولد ترافورد كان ماتش تاريخي. كاكا عمل العرض الأعظم في مسيرته، هدف أول باليسار. كاكا momentarily away from Ainsley and 1-1. والتاني لقطة خالدة في تاريخ اللعبة. This is Kaka. It's 2-1 Milan. Scored again. And Milan. جون اتكتب بماء الذهب في تاريخ البطولة. رغم الخسارة 3-2 الأمل بيرجع، وفي الإياب تحت مطر ميلانو الروسينيري بيقنعوا اليونايتد. كاكا بيسجل بعد 11 دقيقة. كرة مرة أخرى للفريق الطلياني، الكنترول من الهولندي سيدورف، خطيرة شوطة كاكا والهدف الأول. وسيدورف بيضاعف النتيجة من بعيد، يلعب الكرة ويوزع القائم الأول، خطيرة هي سيدورف، مش ممكن فرصة أخرى، سيدورف الثاني والله الثاني، وجيلاردينو بيختمها. الكونتر اتاك، سيدورف يحاول يمر من ويس براون وما فيش اوفسايد، وهرب جيلاردينو، ممكن باي باي، ممكن باي 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 باي. ميلان بيرجع تاني للنهائي، والكل حس ان ده وقت الانتقام. ميلان بيوصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في 5 سنين، والخصم كان نفس العدو القديم ليفربول، بس المرة دي الوضع كان مختلف. ليفربول بقى أقوى، وميلان دخل بأكبر متوسط أعمار لفريق في تاريخ النهائي
31 سنة ونص. أنشيلوتي فاجئ الكل لما بدأ بإنزاجي المهاجم اللي عنده 33 سنة وكتير شايفينه خلاص قرب يعتزل، ولكن أنشيلوتي راهن إنه هيكون ورقة الحسم. الملعب الأولمبيكو في أثينا وبالطقم الأبيض تاني. البداية ما كانتش مثالية، لكن قبل ما يخلص الشوط ميلان بيسجل الأول. نتيجة 1-0 قبل نزول لغرفة الملابس. الشوط الثاني ليفربول بيمسك الكرة أكتر، ضغط هدد، بس دفاع ميلان كان صامد. وفي آخر 10 دقايق أمبروزيني لقى كاكا فاضي، والأخير حط بينية بالملي. إنزاجي انطلق وانفرد بديدة، والباقي كلنا عارفينه. كاكا إنزاجي kein Abseits. إنزاجي war das klasse gemacht. وكل ميلانيستا حس ان الكابوس اتنسى، لكن الدقيقة 89 قلبت الطاولة على الجمهور. كاوت بيقلص الفارق برأسية والجماهير اتجمدت، وكله بيتخيل السيناريو في دماغه. هل ممكن نشوف معجزة اسطنبول بتتكرر تاني؟ ثواني مرت كأنها ساعات، بس الصفارة بتيجي. ميلان أخيرا بياخد حقه. ميلان بقى بطل أوروبا لعام 2007 وبياخد بثاره من ليفربول. ميلان الفترة دي كتب سيمفونية كاملة على مسرح الكرة الأوروبية، بداية بلقب غالي في أولد ترافورد، وبعدها إخفاقات موجعة ضد ديبورتيفو لا كورونيا وإسطنبول. لكن الفريق ده عمره ما وقع، بالعكس بيرجع أقوى كل مرة. خط دفاع من أقوى وأشرس ما شافت الكورة، وسط ملعب بيحرك الماتش زي الأوركسترا، وهجوم بيقدر يحسم في أي لحظة. وأخيرا ختموا الرحلة في أثينا بالثأر من ليفربول وببطولة 7 في تاريخ ميلان. بيثبتوا إن الجيل ده مش مجرد فريق بيلعب كورة، بل ده فصل كامل في تاريخ اللعبة اتكتب بقيادة المايسترو كارلو أنشيلوتي.